عايز اكلمكم في موضوع مهم جدا يخص الاسعار والغلا اللي بيحصل واللي جاي ان شاء الله قدام. اللي بيحصل في البلد دلوقتي هو ان نص الشعب بيشتغل وبينتج وبيصدر وبيدخل عملة صعبة، والنص التاني بيستهلك تقريبا كل حاجة بالعملة الصعبة. فاللي جاي من العملة مش مش مغطي اللي بنصرفه عشان نستورد مواد خام للناس اللي بتنتج، ولا حتى مواد غذائية للناس اللي بتستهلك. الدولة مش قادرة تدعم الاستيراد عشان تثبت الأسعار. احنا بقينا بنستورد كتير جدا. فحصل دلوقتي ان الدولة قالت ماليش دعوة، استورد براحتك، بس انا مش هحط فلوس عشان الاسعار ما تزيدش. شيل نفسك بنفسك. فاللي حصل ان كل حاجة بقت بسعرها الحقيقي، اللي هو كتير جدا. عشان بنستورد كتير فبنتكلف كتير. يعني الموضوع مش موضوع تجار هم اللي بيغلوا وهم اللي بيعملوا او بيسووا، لا خالص، مفيش الكلام ده. اه، في تجار سيئة ودول مش كتير. ده لو حاولوا يبوظوا السوق بيجي واحد مثلا تاجر زيهم بس عنده ضمير شوية يبوظ اللي بيعملوه. فما بيظهرش قوي اللي بيعمله التاجر الوحش ده. فكروا فيها. يعني اللي يقولك التجار هي اللي بتخلق أزمة فهو بيستعبط أكيد. وتقريبا بيقولك بص العصفورة. واحنا اليومين دول في ناس كتير بيقولك بص العصفورة. فاحنا لازم نبقى دارسين الوضع حوالينا عشان نعرف هنعمل ايه قدام. فانا كصاحب بيزنس لازم ابقى شايف الوضع الاقتصادي عامل ايه، والوضع السياسي عامل ايه، ووضع السوق عامل ازاي، ووضع الناس عامل ازاي. فعشان كده انا لازم اكون على دراية بالموضوع كله. فده اللي انا بوصله لك، اللي انا اتعلمته او اللي انا شفته في الايام اللي فاتت، واللي انا متوقعه في الايام اللي جاية، بناء عن وجهة نظري انا ووجهة نظر ناس تانية. نظرتها صح جدا ونظرتها كويسة جدا. فانا بوصله لك وجهة النظر دي، انا بوصلها لك. انا دلوقتي كمزرعة ممكن اقول لك على نفسي تاجر ومنتج. طيب هل في مصلحتي ان السعر يزيد؟ اجاوبكم واقول لكم بكل صراحة لا طبعا. هو انا ايه غير موصلاتي وباخد عمولة؟ يعني لو بعت كتير هكسب كتير، ولو بعت قليل مش هعرف حتى اعيش. والعميل عنده قوة شرائية، حضرتك عندك قوة شرائية. يعني ايه قوة شرائية؟ يعني انت في ميزانية بتصرفها كل شهر في الحتة بتاعتي اللي هي في الارانب والفراخ وكده. وفي كل حتة. يعني في كل اتجاه في الحياة ليه ميزانية انت بتبقى حاططها. فانت مش هتزود الميزانية دي. يعني انت بتشتري ب500 جنيه ارانب كل شهر، سعرها زاد، هتشتري برضو ب500. بس الاول كانوا ال500 بيجيبوا 5 ارانب، دلوقتي بقوا بيجيبوا 3 بس. طب انا لو بعت 3 اكسب، ولا لو بعت 5؟ اكيد لو بعت 5 هكسب اكتر. لو هامش ربحي 5% ولا 3% ولا حتى 10%، أكيد أما أبيع 5 ده أكتر. فالأسعار لما بتزيد بنوصل لمرحلة من عدم الربحية مش حلوة بسبب بطء حركة البيع. طيب، أثبت لك إني صح. بص في الفيديو دلوقتي هتعرف التغيير اللي حصل في أسعار العلف في الفترة الأخيرة في أحد المصانع اللي بتعلن عن سعرها يوميا على صفحة على الفيسبوك اسمه علف الحياني. ده يعتبر واحدة من الأعلاف. فده هيعرفك ان انا بغير السعر بمزاجي ولا غصب عني. ما هو التكلفة عليا بتزيد جدا كل يوم، بتزيد كل يوم، حرفيا كل يوم، مش مجازا، حرفيا كل يوم، بمبالغ كبيرة. فانا عشان اغطي التكلفة دي لازم ازود عليك السعر، وعشان ازود عليك السعر لازم اضحي بنسبة من المبيعات ما ببيعهاش عشان السعر زاد. فالعدد اللي ببيعه بيقل. فهتشوف دلوقتي في الفيديو فرق ما بين سعر، يعني من شهر ومن كام يوم. يعني فرق من شهر اللي هو شهر 10 ومن كام يوم. هتشوف الفرق قد ايه. كبير جدا، 9000 ل11 ألف يعني في الطن. فده رقم كبير يعني.
فالرقم الكبير ده لازم يترجم معايا في سعر المنتج النهائي اللي انا ببيعه اللي هو الارانب. طب اللي جاي ايه بقى؟ اللي جاي في الحياة ايه؟ اقول لك بكل صراحة، زيادة كمان في الاسعار لحد ما ننتج خامات علف في بلدنا، وقتها الاسعار هتثبت ومش هترجع، بس هتثبت. والدليل كيلو اللحمة كان ب40 قرش وأقل، دلوقتي بقى ب250 جنيه على مدار 40 سنة. هل في السكة في خلال ال40 سنة اللي فاتوا دول قل من 100 جنيه مثلا؟ لما كان 100 جنيه قل وبقى 50؟ لا طبعا. لو 100 جنيه ونزل سعره بقى 90، وده ما بيحصلش، بقى 95، ما بيحصلش. والتصرف ازاي بقى في الأيام اللي جاية؟ هو اننا نتخلى عن بعض الرفاهيات والحاجات الزيادة اللي كنا بنشتريها، ونشتري من أماكن مضمونة، ونبقى عملاء دائمين عندهم، ونشتري وهم بيعملوا عروض. ده أحسن وقت إن احنا نشتري ونخزن حاجات في التلاجة هتفيدنا يعني. بالمناسبة صحيح، احنا ساعات بنعمل عروض ربحها أقل من لو حطينا مصاريف توصيل على كل اوردر. يعني مثلا عرض السمان اللي عليه برطمان عسل هدية العشر تجواز سمان، ده ربحه تقريبا 20 جنيه، والتوصيل أصلا ببلاش. يعني انت لو طلبت 10 تجواز سمان على حسب العرض، احنا مكسبنا 20 جنيه يعني، مش جاي حتى مصاريف التوصيل. يعني ما ممكن مصاريف التوصيل لو جبنا مندوب ياخد 30 جنيه، مندوب من بره يعني. يعني تقريبا بنبيع منتج مش بنكسب فيه ولا بنخسر. بس اطمنوا يعني، ان شاء الله خير يعني، ان شاء الله خير يعني. عدينا على اكتر من كده يعني، وهنتأقلم ونتعايش، وهنلاقي حلول خاصة بينا. كل واحد هيلاقي حلول خاصة بيه، مصادر دخل زيادة تعوض المصاريف الزيادة اللي فجأة بقينا بنصرفها. انا عملت كده، دورت على مصادر دخل من نفس امكانياتي، او نفس امكانياتي ونفس الحاجات اللي تحت ايديا، حاولت استغلها بشكل افضل ان انا احقق دخل اكتر. منها مثلا ان انا بسجل البوستات دي فيديو، بسجلها بالصوت وبنزلها فيديو للناس اللي ما بتحبش تقرا، فممكن تسمع. فده هيزود اصلا العملاء، فده استثمار، زيادة دخل هيتحقق، هيسمع معايا في زيادة دخل. دي حاجة من الحاجات اللي انا عملتها بنفس امكانياتي يعني، استغلال للامكانيات مش اكتر. اللي بعمله دلوقتي محاولة مني في توعية عميلي. حضرتك عميلي، فانا ما افهمك الوضع ماشي ازاي، انت هتبقى مطمن ومرتاح وعايش حياتك مرتاح وفاهم ايه اللي هيحصل، وانا هبقى برضو مرتاح انك فاهم ان ما فيش تخوين وما فيش قلق ما بيني وما بينك. مثلا انت مش شاكك ان انا بستغلك، وان انا لا 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 لا, لا خالص خالص خالص. ما ينفعش يعني. العميل دلوقتي من كتر الشركات والمحلات اللي موجودة في السوق اللي العميل بيشتري منها، التوجه الصح ان العميل ده ما تعتبروش مجرد عميل بيعدي عليك ويمشي. لا 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 لا، هو الشغلي مثلا عبارة عن أسرة كبيرة. الأسرة دي بتضمني أنا والعمال اللي شغالة معايا والعملاء كمان، والموردين اللي بيوردوا لي شغل. فلازم العلاقة دي تبقى علاقة مبنية على الثقة. فاللي بعمله دلوقتي، انا برجع الثقة تاني اللي انا حسيت ان انا فقدتها بسبب كل شوية التجار. مفيش تجار يا ماما، مفيش تجار بيعملوا كده. العلف سعره بيزيد عشان الخامات كانت واقفة في المينا. محاولة لرفع الأسعار مش أكتر، زي الموضوع اللي حصل في لبن الأطفال قبل كده. هي محاولة لرفع الأسعار بس. وانا كنت عارف ما كانش فيه علف وازمه ومفيش علف وبنرمي الفراخ. انا كنت عارف ان العلف هيبقى موجود، بس اما سعره يتضاعف، وسعره تضاعف من 300 ل 600، من 300 جنيه للشكاره ل 600 جنيه للشكاره، او 570 560. هو ده اللي بس اللي بيحصل. هو مش تجار اللي وقفوها في المينا،
مش تجار، مش تجار اللي مخزنينها، بالعكس ده التجار كانوا بيبيعوا العلف من الخامات اللي هم اصلا اللي موجودة في المصانع، فكانوا بينتجوا، اصلا كانوا بينتجوا. بس طبعا رفعوا السعر عشان هو ما يجوا يشتروا خامات تانية من التجار اللي اعلى منهم ويطلعوها من المينا، يشتروها بالسعر العالي. فلازم يرفعوا سعر اللي موجود عندهم عشان هم ما يجيبوا هيجيبوا بالسعر العالي. بصي او بص، مفيش في ايدينا حاجة تتعمل غير ان احنا نتوكل على الله، ونحاول نزود مصادر دخلنا، ونحاول نقلل من مصاريفنا في الحاجات اللي احنا لو استغنينا عنها مش هنحصل مشكلة، مفيش اي حاجة هتحصل، هنفضل عايشين. اصلك مش هنحرم نفسنا يعني، مش هنحرم نفسنا، هنتأقلم. إيه اللي حصل، اللي بيحصل كمان في البلد دلوقتي، ان المفروض سعرنا، سعر المنتجات عندنا وسعر الحياة عندنا تبقى اعلى من كده، بسبب الديون، بسبب حاجات كده سياسية، وبسبب حاجات ياما بتحصل في العالم كله. فاحنا بالنسبة مثلا اسعار المنتجات عندنا ايا كان هي ايه، بمقارنة مثلا بالاسعار في امريكا او اوروبا او لا، احنا عندنا السعر رخيص جدا. فعشان احنا يبقى بنستورد منهم اصلا، فلازم السعر يبقى متقارب معاهم. فده اللي حاصل، سعرنا هيتقارب للسعر العالمي في كل حاجة، زي ما حصل في البنزين كده، وحصل هيحصل في غيره، وحصل في العلف. سعرنا هيبقى متقارب للسعر العالمي، لان خلاص العالم دلوقتي اتفتح على بعض وبقى حاجة واحدة. فما ينفعش يبقى في بلد مثلا كيلو اللحمة فيها ب200 جنيه، وبلد تانية كيلو اللحمة فيها بمش عارف كام دولار، بما يعادل 400 500 جنيه. فاهمين قصدي؟ فده اللي بيحصل، ان هو رفع بس شوية في المصاريف او في الاسعار، وهيقف عند حد معين. وده بيحصل بسبب كمان ان عدد البشر وعدد السكان بيكتر، فالاستهلاك بيزيد. لو الانتاج بيزيد الوضع ده هيبقى مختلف، مش هيبقى موجود كده. فهو ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. يا رب اكون وضحت حاجة وقدرت اوضحها مظبوط.